ما زلنا كما راكم تلاحظوا اليوم في الملعب كالعاده، ومعنا اليوم مناصر باللباس الرياضي، المناصر باللباس الرياضي والتقليدي. انت من وين؟ انا من معسكر اكزاكتومون من سيك. الله يبارك. الله يسلمك. جيت بهذه المناسبه؟ لا انا مقيم هنا. انا مقيم هنا. الله يبارك، ما شاء الله. شو رايك في المباراه؟ شوف اللي قال لك الطرف القصه هذه في 2021 في نفس الملعب، اوكي، في نفس الملعب مع نفس الفريق، مش نفس الفريق، لعبنا ضد الفريق السوداني، بهذه نفسها فزنا على الفريق السوداني الوقت هذاك ب 4-0. انا كنت منتظر اليوم، كنت منتظر باللي راح تكون مقابله صعبه، لاني شفت المقابله تاعهم اللي لعبوها ضد الفريق اللبناني. فريق محترم السودان، محترم كثير ما شاء الله. وحتى كانوا هما ناقصين، ونقصوا لهم خرجوا لهم هم، حتى خرجوا لهم لاعب في الدقيقه 23 24 حتى هكا، وفازوا ب2-1. كان عندهم الروح القتاليه. حتى وخرج ادم والناس تخوفتش من المباراه؟ حتى لو كملنا ب11 كانت فيها صعوبه. شو رايكم؟ راينا الحمد لله. رانا مع اخونا السوداني، تسمى غادي الكلام يكون شويه متحفظ عليه، ولكن الحمد لله مزيان ما خسرناش. الحق بزاف الناس راهم الجزائريين زعفانين، قال لك ما لعبوش مليح. بانوا لعبنا تاكتيكمون ديسيبليني، لعبنا مليح الحمد لله، لان كنا قادرين كونتر السودان ب11 ونخسروا. الور ا 10 سي بلو ديفيسيل. الحمد لله لعبنا مليح، وان شاء الله اللي جاي احسن، لان راكم ضرب اللي فاتت ثاني لي بريمي ماتش ما لعبناش مليح، اللي كان الفيراج هو اللي جيبت ممكن فيها خير. من الماتش تاع مصر الخطه اللي فاتت لعبنا من مصر وروح لعبنا مليح. لي بريمي ماتش شويه صعاب، والحمد لله، ولعلنا نلتقي مع خوتنا في السودانيين. كنت تقارن نتيجه اليوم؟ نتيجة رائعة الحمد لله، ومجموعة منتخب السودان والجزائر إن شاء الله مجموعة الرابعة، إن شاء الله تعادل سلبي، والمايك مع أخوي الثاني. نتيجة اليوم؟ والله أعتقد نتيجة اليوم بالنسبة للمنتخب السوداني، يمكن المنتخب السوداني جاي وخاط في اعتباره أنه بيقابل حامل اللقب والفريق المرشح الأقوى، عامل له حساب. لكن لازم الناس تعرف شيء، المنتخب السوداني لاعبوا فيه 8 لعيبه من نادي الهلال السوداني بيشاركوا في البطوله الافريقيه، لعبوا قبل 3 ايام امام فريق ابولو الكونغولي، ورجعوا تمرنوا تمرين واحد ولعبوا، وكان لعبوا امام مولوديه الجزائر نفس اللعيبه، فالارهاق عالي جدا جدا، كان في مجهود عالي. رغم النقص المنتخب الجزائري اثبت انه كعبه عالي يعني، ولكن اعتقد المباراه فلتت من المنتخب السوداني بسبب نقص اللياقه والتركيز. اتمنى يعني نشوف السودان والجزائر في المرحله الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. حبه حبه جيبوا هذا الفيليه.